السلام عليكم. الموضوع ديال هذا النهار حول واحد النقطة مهمة في المسار ديال التعليم بالمغرب. الناس كتنتظر، الطلبة والطالبات، الناس تاع الإجازة، الناس اللي دايرين الأمل ديالهم كامل على التعليم وكينتظروا بشغف وفرحوا حتى منين رجعت 35 سنة بدل 30، ولو أن كانت الانتظارات أكثر من هذا السن. ولكن مع ذلك قالوا تزاد لنا في الامال ديال باش نخدموا على راسنا وندخلوا لهذا الميدان وهذه. بينما كيتفاجئ واحد المجموعه ديال الناس بالالغاء او الاقصاء بدون تعبير. يعني ما قالوا لناش حتى راه حيدنا واحد النوع من المباراة اللي كنتكلم عليها هي ديال المختصين الاقتصاد والإدارة، مختصين اجتماعيين، مختصين تربويين. والمختصين التربويين فيهم واحد المجموعة عاود ديال التخصصات، المختبرات، المكتبات المدرسية، التوثيق والحراسة. المهم واحد يعني المؤسسة التعليمية للأسف أنها في حاجة ماسة للأطر التربوية تاع المختصين والحراس العامون. كاين خصص مهول، ونتساءل علاش هذا العام ما دارش هذا الكونكور. واش هذه المباراة من بعد غادي تعلن عليها؟ ولا أظن ذلك. أو لأن المناصب راها واضحة، المناصب اللي كاينة تلغات، كتبين أنها تلغات. واش أن الوزارة كتشوف بأن ما كاينش خصاص في المؤسسات التعليمية؟ وحنا عارفين بالله كاين خصاص مهول. مع المؤسسات الريادة زادت كتقول لنا بأن خص حاجة كبيرة من المختصين في المؤسسات التعليمية. مختصين الاقتصاد والإدارة الآن كاينين اللي عندهم الإجازة في القانون، لا بالفرنسية ولا بالعربية، وصحاب ليكونومي وهذه فين غادي يمشيو؟ هذوك ما بقاش عندهم أمل باش يدوزوا شي مادة أخرى، شي تخصص آخر، ولا شي مباراة أخرى. وبالتالي تحكم عليهم باش يديروا. كانوا كيوجدوا لمده طويله، هما كيقراو كيوجدوا لهذا الكونكور هذا، لهذه المباراه. للاسف ما كاينش عدل وما كاينش انصاف في هذا الموضوع هذا. المؤسسات التعليميه ديال الرياده كاينه الان لا في الابتدائي ولا في الاعدادي، ودابا راه كاينه بواحد الشكل كبير، ينقصها نهار المختصين، لا الاجتماعيين ولا التربويين ولا مختص الاقتصاد والإدارة، اللي المديريات تعاني، الأكاديميات تعاني، المؤسسات التعليمية تعاني. كاين اللي شاد جوج المؤسسات ثلاثة، وهذا صعيب، لأن باش يتقسم الواحد على جوج صعيبة عليه في الخدمة، وصعيبة على المؤسسات التعليمية لأن غادي يبقى يشتغل معهم غير نصف يوم. وكتشوفوا بان مؤسسه الرياده خصوصا، انا جميع المؤسسات عندها نقص، ولكن مؤسسه الرياده خصوصا كاين تجهيزات جديده، كاين صيانه، كاين جمعيه دعم مدرسه النجاح، كاين مشروع للمؤسسه، كاين بزاف ما يدار، كاين بزاف ما يتخدم. وبالتالي واحد باش يتقسم على جوج المؤسسات ولا ثلاثه، سيرتو عاليه كانت فيهم الداخليه، كيتزاد المشكل. كاين حيف، وكاين المؤسسات التعليميه الان خصها دير الاداره، وهذه خصهم يديروا تتبع للتلاميذ في الغياب، في العنف، في الانشطه. ومع ذلك يعني الوزاره ما راعتش نهائيا لهذا المشكل هذا، واللي راه كتخبط فيه المؤسسات التعليميه
كيف نتصور مؤسسة فيها 1000 ولا 1200 ولا 1100 ولا 1300 وكتلقى فيها حارس عام واحد او حارس عام بتكليف، يعني ما كيكونش حارس عام يعني بالتخرج كيعطيو يعني تكليف لشي مختص هو اللي كيشد التكليف. في الوقيته اللي كيخص يكونوا 2 ولا 3 ديال الحراس العامون زائد المساعدين ديالهم، زائد الحلول ما كايناش الان. مثلا المختصين التربويين تعطات لهم 24 ساعه، يعني غادي يخدم 24 ساعه ان وجد غادي يخدم 24 ساعه. المختص الاجتماعي والمختبر، و 24 ساعه شكون يخدمها؟ بمعنى راه كيخص يكونوا الا كان غير واحد راه ما يكفيش، راه خص 2 مثلا مع حارس عام، ولا 2 في المؤسسه على الاقل او 3. مثلا المختص التربوي راه خص يكونوا منه 2، المختص الاجتماعي راه خص يكونوا منه 2، المختبر خص يكونوا منه 2، لان كيخدم غير نصف اليوم، والنصف اليوم الاخر شكون غادي يشتغل فيه؟ علائيا كنعتبروا هذا بانه غير حيف للمؤسسات التعليميه وللطاقات البشريه اللي كانت عندها مناسبه باش تشتغل وتشوفوا العطاله اللي كاينه وهذه، وباش تمتص هذه الوزاره ولا الحكومه تمتص البطاله وتمتص الاخر. زعما مشكل دار في التعليم لم نكن ننتظره. نتمنى باش زعما الوزاره تراجع هذا المشكل هذا وتفتح المباراة في وجه الطلبه المجازين، وتدخل فرحه جديده على العائلات وعلى هذا الطلبه هذو، لان الشوماج يقتل والمؤسسات في حاجه ماسه الى هذه الطاقات وهذه التخصصات. تحياتي، نتمنى خير والسلام عليكم.